السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا في القناه ديالي اللي كنقدم لكم مجموعه من الحيل وافكار منزليه وكذلك وصفات طبيعيه، وكنشارك معكم في بعض الاحيان منتوجات وكنشارك فيها التركيبه ديالها. فاليوم بغيت نشارك معكم هذه الحيله هذه اللي دائما كنديرها من سنين، وقلت لا علاش ما نشاركهاش معكم. فاليوم تشهينا اللوبيا وبغينا نديروا اللوبيا، لكن ما كانتش عندي في الدار. من بعد ما خديتها يعني كانت تقريبا 11 ديال الصباح، فصعيب انك ترقديها. بزاف ديال الناس كيرقدوها في الليل، ولكن بهذه الحيله هذه سهله وسريعه اللي عترقد لك في تقريبا في 10 دقائق ولا في 5 دقائق، وطيبيها في نهارها. فتبعوا معايا الحيله اللي غنجربها معكم ان شاء الله. وبزاف ديال الناس الموظفات ولا الناس اللي يكونوا مشغولين كيبغيو يديروها، ولكن كيكون مشكل ديال انها ما راقداش. فاول حاجه كنجيبوا اللوبيا كنخليوها في ديك الميكا ديالها. البنات بغيتو تنقيوها المهم كنخليوها في الميكا ديالها، كنضيفوا عليها ضعف الكميه ديال، مثلا هنا عندي نص كيلو ديال اللوبيا، ضفت عليها اطرو ديال الماء مغلي، نغليو الماء مزيان ونخليو اللوبيا في الميكا ديالنا، وكنضيفوا عليها داك اطرو سخون اولا المهم الكميه اللي تناسبكم ديال الماء. كنغليوه مزيان وكنكبوه على هاد اللوبيا هذه. من بعد كنخليوها 5 دقائق 10 دقائق كترقد كنبلعوا الميكا كما كتشوفوا. كما دايره انا هاد الطريقه هذه، تبقى الميكا مبلعه اللوبيا باش كتجمع لينا وكترقد لينا بحال اللي رقدتيها ليله كامله. عرفتوا يا البنات راه كتجي كدوب في الفم، وكتجيني انا حسن من اللي رقدتها في الليل. كتجي زوينه كنديرها في الاوقات اللي كنكون مشغوله، او لا انا خارجه وجيت معطله للدار وكنبغي نطيبها، ما كتكونش راقده عندي ولا كنجيبها معايا، فكنديرها في ساعتها. البنات صراحه حيله كنديرها من سنين. الا كان عندكم الوقت رقدوها قبل، الا ما كانش عندكم الوقت يعني ديروا هذه الحيله هذه، فراها زوينه. البنات الناس اللي كيكونوا مشغولين ونساو انهم يرقدوها، فديروا هذه الحيله هذه، خليوها في الميكا ديالها، غليو الماء كبوه عليها وبلعوا عليها الميكا 10 دقائق او ربع ساعه، الوقت اللي كان عندك حتى 10 دقائق راها كافيه. من بعد خرجيها نقيها مزيان وغسليها عادي، غسليها وعاودي وديري لها الماء سخون، بلعي عليها الكوكوط وطيبيها. ومن بعد ديري عليها شرموله اللي كديريها عادي بشكل يومي، فراه غادي تجيكي نفسها بحال اللي طيبتيها، بحال اللي راقده قبل. بالنسبه للناس اللي كيخافوا من لي غاز من اللوبيا، فعندي لكم واحد الطريقه صراحه اللي باش كتحيد لي غاز. جوج ديال الطرق. الطريقه الاولى انكم بعد ما كتسلقوا اللوبيا اولا كطيبوها الطيبه الاولى، فاش كطيب وحديتها رميو معاها واحد شويه ديال الكمون. الا بغيتو تهرقوا الماء يعني طيبوها بشويه ديال الكمون هي عاد بالماء. من بعد ملي طيب لكم اللوبيا وتبغيو انكم ديروا عليها شرموله، كتبدلوا ديك الماء ديالها، كديروا ماء جديد سخون وكتضيفوا شرموله ديالكم. الا نسيتوا انكم ديروا هذه الطريقه هذه قبل ما ديروا اللوبيا، او لا قبل ما ديروا الماء نسيتوا ديروا انكم عفوا نسيتوا ديروا الكمون مع اللوبيا، ممكن انكم بعد ما طيب اللوبيا ديالكم كترميو عليها شويه ملي كتقدموها في الطبسيل او الطبق ديال الاكل، كتجيبوا شويه ديال الزعتر وكديروه من فوقها، فراه كتحيد ديك لي غاز وما كيبقاوش ديك لي غاز ديالها يعني كثيره، يعني كتعاوننا انها تسرع لنا الهضم ديالنا، وكذلك ما تنفخناش في المصران. الناس اللي كيعشقوا اللوبيا وكيخافوا من لي غاز ديالها ولا كتفرعهم بزاف، فديروا هاد الحيلتين هادو. صراحه البنات كنجربهم عن تجربه شخصيه، زوينه بزاف. الناس اللي كيعجبهم الزعتر ممكن يديروا في التالي الزعتر وتاكلوا اللوبيا بالزعتر، كتجي رائعه. المذاق ديالها البنات راه فن. الناس اللي ما كيقدروش على الزعتر يديروا الطريقه الاولى، يسلقوها بالكمون، كتحيد لي غاز، كتحيد ديك الفراره اللي كتكون من الفوق، وكتطيب اللوبيا بشكل عادي من بعد ما كتولي تغسليها. فهذا هو الفيديو ديال هذا النهار، كنتمنى نكون فيدتكم ونكون وصلت لكم المعلومه باي طريقه. فشكرا لكم اللي تبعتوا الفيديو حتى هذه الدقيقه هذه، كنشكركم بزاف. ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم والتعاليق، كما حتى انا ما كنبخلش عليكم بحتى شي معلومه. شكرا لكم، ما تنساوش تابوناو في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم اي جديد كنحطو في القناه. وشكرا لكم، ونتلاقاو في فيديو قادم باذن الله.